حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير من الفيديو الاخير. في فيديو النهارده ان شاء الله كده هعلمكم ازاي تعملوا وجبات الجلاش بحشوه الكنافه والمكسرات. تعالوا بقى مسمعكم الصوت القرمشه. سامعين؟ سمعتوا؟ سوبر قرمشه، لونه حلو وكمان مورق، شكله مميز وراقي وكأنك جايباه من بره. الامكانيات بتاعته بقى ان شاء الله تكون متوفره عندك في البيت وتقوموا تجربيه حالا. يلا كده نسمي الله. واول حاجه كده هنبتدي بيها هي الشربات. هنزل في الحله بتاعتي كده، هنزل فيها بكوبايتين من السكر الحبيبات، وكوبايه من ميه عاديه من الحنفيه، ومعلقه من الفانيليا، وعصير نص ليمونه. لو مش عندك عصير ليمون ممكن تحطي اقل من ربع معلقه صغيره من ملح الليمون. وهحط الشربات بتاعي بقى على النار، مش هعمل فيه اي حاجه، زي ما هو كده هحطه على النار، مش هقلبه ولا هاجي جنبه خالص. تمام؟ النار بتاعتي مش عاليه قوي، ماشي. مجرد ما يغلي هقلبه كده تقليبه بالمعلقه علشان اتاكد ان كل حبيبات السكر دابت معايا. وبعد ما يغلي على طول، هي 7 دقايق يغلى على النار، هتشيليه تسيبيه يبرد. كمان ممكن تدخليه التلاجة او تعمليه من قبلها بيوم. دلوقتي بقى هنجهز مع بعض الحشوة. عندي هنا ربع كيلو من الكنافة، انا حطيتها في الفريزر وبعد كده فرمتها كده بايدي. انا عايزاها تكون مفرومة ناعم. ممكن تعملي الكلام ده في الكبة لو انت عندك كبة. دلوقتي بقى هنحمص مع بعض الكنافة. عندي هنا كده في طاسة يكون لونها فاتح، بلاش تكون لونها غامق او تكون تيفال، عشان تلاحظي بس لون الكنافه فيها كويس. هنزل فيها ب4 معالق كبار من السمنه البلدي. ممكن اي سمنه موجوده عندك، ممكن سمنه وزيت مع بعض، بس انا طبعا بفضل السمنه البلدي. فلو موجوده عندك استخدميها عشان ايه؟ الطعم. تمام. بدات كده ان انا اقلب كده في الكنافه، اقلبها كويس جدا جدا في السمنه. وما تسيبيش الكنافه نهائي، لان الكنافه بتاخد لون بسرعه جدا جدا. بعد ما توصلي للون الجميل اللي انت شايفاه قدامك ده، هتغرفيها كده في بوله او اي حاجه علشان ايه؟ ما تكملش سواها في الطاسه، لان الطاسه بتبقى سخنه، ممكن تفضل تديلها لون بعد كده او تتحرق معاكي. بعد كده نزلت بقى باي مكسرات موجوده عندك. نزلت بنص كوبايه فول مجروش، نص كوبايه من الجوز الهند، ومعلقتين كده من الزبيب، ومعلقتين او 3 معالق كبار من الشربات التقيل اللي احنا طبعا جهزناه في الاول. وده كده الحشوه بتاعتنا اهي بعد ما قلبتها، وده القوام بتاعها. دلوقتي بقى انا معايا هنا الجلاش، معايا لفه جلاش اللي هي نص كيلو. فتحتها طبعا وبصيت فيها كويس جدا ان انا يعني لو ورقه مقطوعه ولا اي ولا حاجه يعني اشيلها على جنب. تمام. انا عايزه هنا في الوصفه بتاعتنا 12 ورقه، 12 ورقه من الجلاش. لو في معاكي زياده هقولك تعملي ايه بس في الاخر. تمام. انا عايزه 12 ورقه، ممكن تعملي 11، ممكن 10. المهم ما تزيديش ولا تقل عن كده، عشان طبعا ايه؟ الجلاش يبقى مورق معاكي مش معضم كده ايه من جوه. المهم مسكت اول ورقه كده وفردت عليها معلقه من السمنه. انا ما بحبش اكتر السمنه في الجلاش. انت بقى كترتيها او قللتيها، المهم ان انت تفردي السمنه اللي انت حطيتيها دي كويس جدا على الورقه. كل ورقه بحط فيها معلقه كبيره وبفردها كويس جدا جدا على الورقه زي ما انتم شايفين كده اهو. هفضل اعمل كده لحد ما اخلص ال 12 ورقه فوق بعض زي ما انتم شايفين كده. ويا ريت طبعا تظبطي الاطراف بتاعه الورقه عشان ايه؟ وربات الجلاش تطلع معاكي في الاخر مظبوطه. تمام زي ما انتم شايفين اهو. وهكذا لحد ما اخلص ال 12 ورقه. هفضل اعمل فيهم يعني احط ما بينهم كده وما بين بعض سمنه. وطبعا السمنه دي كوبايه سمنه. ممكن تبقى سمنه وزيت مع بعض لو انتوا حابين يعني. دي سمنه بلدي. تمام. طبعا انا مش هخلص الكوبايه السمنه في الوصفه بتاعتنا، يعني هيتبقى منها اهو. لحد بقى ما اخلص كل الكميه بتاعتي 12 ورقه عشان تطلع مظبوطه زي اللي بتيجي من بره بالظبط. زي ما قلت لك انت ممكن تعمليها 10 او 11، بس ما تقلليش عن كده او تزودي عن كده. جبت كده المسطره بتاعتي طبعا نظيفه، واخدت يعني مقاس المقاس بتاعي يكون 7.5 سنتي. تمام. وقطعت بقى المستطيل بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ممكن تخلوها 5، يعني لو انتوا حابين حجم الوربات الجلاش تكون اصغر من كده. تمام. انا بحبها بالحجم ده اهو. تنيت كده المثلث يعني المستطيل جبته وتنيته كده بحيث ان انا اعمل مربع. يعني هو اعمل مثلث. تمام. لما تفتحيه هيبقى مربع. الفيديو شارح نفسه، انا مش عارفه اشرحه لكم ازاي اكتر من كده، بس انتوا اكيد فاهميني. مجرد ان انت تتني الجلاشه اهو عشان تعمليها وربات جلاش.
شايفين عملنا كده ايه وربات الجلاش بكل سهوله اهو. عملت طبعا باقي الجلاش قطعته برده مستطيلات، وبعد كده قطعته مثلثات زي ما انتوا شفتوا كده. دلوقتي بقى انا اتبقى معايا 3 ورقات. ماشي، جبت كده الورقه اللي ماسكه نفسها كده فيهم، وبرده فردت عليها السمنه. اهم حاجه ان انت تفردي السمنه كويس جدا جدا على كل ورقه. تمام، جبت الورقه التانية برده وفردتها كده كويس اهو، وهجيب النص التاني بتاعها وافرده كويس. طبعا دي الباقيين من اللفه، فاهميني، متقطعين زي ما انتم شايفين كده ودايبين خالص. فانا بدات كده ان انا افردهم. دول 3 ورقات اهو، فردت عليهم السمنه كويس جدا. هقفل بقى الورقه بتاعتي، وبعد كده هقص مستطيل، هدهن دهنه سمنه كده على الورقه دي، وبعد كده هحط الجزء التاني. بقى معانا 12 ورقه. تمام اهو، وابتدي بقى برضو ان انا اقطع، يعني اقطع اخليها مثلثات. ماشي اهو، بقى معانا وربات الجلاش جاهزه وهنا اهي. هي حجمها اكبر من اللي انا كنت عاملاها. تمام، فانت لو اتبقى معاكي جلاش فايض من ال 12 ورقه هتعمليه بالشكل ده. جبت هنا الصينيه بتاعتي، دهنتها طبعا سمنه، وبدات كده ان انا احشي وربات الجلاش بتاعتي. شايفين، احشيها وما طلعش طبعا بره الحشوه، ما تطلعش بره لا هنا ولا هنا، عشان ما تتحرقش كده في الفرن وتطلع لك ريحه مش كويسه. بعد كده بدات ان انا ارصص بقى وربات الجلاش بتاعتي دي في الصينيه بتاعتي، وهوريكم دلوقتي انا برصصها ازاي علشان ما تتفتحش منك في الفرن. لازم تخلي بالك من الخطوه دي. المهم ان انا هحشي الجلاش بتاعي بالحشوه بتاعتنا. وطبعا لو اتبقى منك حشوه، الحشوه دي بتعيش، مش بتبوظ ولا بيحصل لها اي حاجه خالص. تعينها بقى في التلاجة او في الفريزر، بتقعد فتره طويله جدا جدا. زي ما انتم شايفين يعني كل حبايه جلاش على البوزه بتاعت التانية، فاهميني، عشان بس ما تتفتحش منك وهي في الفرن، لحد ما اخلص كل الصينيه بتاعتي بالشكل ده. طبعا السمنه بتاعتي اتبقى منها، والحشوه بتاعتي اتبقى منها، وعينتهم طبعا يعني استخدمهم في اي حاجه تانية. بعد كده خلصت كل الصواني بتاعتي اهو. كل وربات الجلاش بتاعتي دخلتها طبعا الفرن بتاعي سخن. حطها كده في نص الفرن. انا عايزه درجه حراره الفرن تكون وسط. شوفوا بقى الفرن بتاعكم ظبطوه، تكون درجه حراره الفرن تكون وسط. ماشي، وسيبي بقى الجلاش بتاعك يستوي من تحت لحد ما ياخد لون ذهبي. تقريبا هو اخد معايا 25 دقيقه. وكمان ولعت له الشوايه عشان ياخد لون حلو كده من فوق. انا نزلت الشبكه بتاعتي لاخر الفرن، وسيبته بقى ياخد لون حلو براحته خالص. تمام، يعني هو اخد معايا يا بنات كله 25 دقيقه بالكتير قوي يعني. المهم بعد كده طلعته وهو لسه سخن، سقيته بالشربات البارد. وده الشكل زي ما انتم شايفين، ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال، كانك جايباه من بره بالظبط. اتمنى كده الفيديو يعجبكم. لو عجبكم لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناه.